احنا اليوم ولله الحمد تم تأسيس الجمعية العامة اليوم مدينة السمارة على تاريخ 12 شهر 8 2023. احنا الحمد لله الهيئة المغربية لحقوق الإنسان هي حديثة المنشأ في السمارة، ومن أهدافها يعني الإنصات للصوت الساكت يعني اللي تم إسكاته يعني من طرف جهات يعني مبغين الناس الخير يعني. وإحنا اليوم هون الحمد لله كشباب الحمد لله على يعني الناس اللي تقود السفينة يعني من بعد يعني الأشخاص اللي كانوا سابقنا يعني. ويعني كما تعرفوا الحمد لله احنا يعني السمارة الإقليم الحمد لله يعني ما تحتاج فخر الحمد لله يعني ينعرف ذاك فيه يعني الحمد لله، لا من ناحية يعني البنية التحتية ولا من ناحية يعني الفقر ويثم المسائل مازال نطرقوا إن شاء الله في اجتماعات إن شاء الله وجاية إن شاء الله ولقاءات جاية إن شاء الله. اليوم الحمد لله كان واحد الجو أسري كما عشتوا معنا، كان عندنا تأسيس المكتب الإقليمي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة بالسمارة، فكان لقاء مبارك كما رأيتم. كان ناقشنا كثير من الأمور الحمد لله، بينا بالأهداف ديال الهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة. اليوم الهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة هذا المولود ديال هذه السنة ولله الحمد. وصلنا الآن بهذا المكتب 79 فرع والحمد لله. هذا الفرع هذا هو اللي كان خاصنا بجهة العيون الساقية الحمراء. كما رأيتم كان تأسيس في المستوى الحمد لله. كانت هناك بعض الأمور اللي ناقشناها، بعض المعاناة ديال أهل السمارة، بعض الأمور اللي هي مهمة، وعلى رأس هذه النقطة هي مشاكل الصحة. اليوم جميع المواطنين المغاربة أي لقاء كيكون عندنا إلا كنلقاو المعاناة ديال الصحة هي الأولى. واليوم حنا كهيئة مغربية لحقوق الإنسان والبيئة لنا رسالة واضحة من هذا الإقليم المبارك، أن الهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة جاءت إلى إقليم السمارة من أجل أن تكون صلة وصل بين المواطن وبين المؤسسات. حنا لسنا كباقي الهيئات الآخرين اللي جاوا من أجل التشويش، الهيئات اللي جات باش تشوش على المؤسسات. نحن جئنا من أجل مساندة بعض المؤسسات اللي هي غادة في طريق صحيح. كذلك جينا باش نردوا الثقة للمواطن في بعض المؤسسات، وهذا خطابي في كثير من الاجتماعات. أقول دائما جئنا من أجل رد الثقة للمواطن في المؤسسات. كذلك هذه الهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة جات باش تصحح المفهوم بين المواطن وبين المؤسسات. يمكن بعض المؤسسات ديال الدولة كتشوف المواطن أنه كيدير الفوضى وفيه صداع وفيه المشاكل، بعض المواطن كيشوف بعض المؤسسات أنها مؤسسات ظالمة. حنا جئنا كهيئة باش نجلسوا المواطن مع هذه المؤسسات باش نصححوا المفهوم، ومن أجل هذا جئنا. ونتمنوا التوفيق للرئيس ديال المكتب الإقليمي، نتمنوا لهذا المكتب الإقليمي التوفيق، أن من الأهداف ديال هذا المكتب باش يتواصل مع المواطن، باش يدرس المشاكل ديال المواطن، وراسلنا نحن كأمانة عامة من أجل أن نراسل الجهات العليا في البلاد من أجل يكون حل لهذه المشاكل ديال المواطن. نتمنوا التوفيق للرئيس وللمكتب الإقليمي، نتمنوا التوفيق لهذ الناس سكان إقليم السمارة، الناس الطيبين أهل الخير والكرم. وكانت لنا رسالة شكر وتقدير إلى السلطات المحلية، إلى عامل الإقليم، إلى رئيس قسم الشؤون الداخلية، إلى باشا، وإلى قائد هذه الملحقة المباركة. كذلك كانت لنا رسالة شكر إلى رئيس المجلس البلدي اللي منحنا هذه القاعة المباركة، ونتمنوا التوفيق ونتمنوا الله يوفقنا كاملين من أجل المصلحة العامة. والسلام عليكم. لا تنسوا الالتحاق بنا على مواقع التواصل الاجتماعي عبر العناوين التالية.